أستاذ أحمد. مساء الخير يا سيادة اللواء. أستاذ أحمد. سيادة اللواء. أيوه. أنا سامع حضرتك سامعني كويس؟ أنا سامع كويس والله. طيب والله يا سيادة اللواء، أنا كنت في البداية عايز أسأل يا سيادة اللواء ماذا يحدث في ليبيا الآن؟ البعض لا يفهم ما يحدث في ليبيا الآن. البعض ما لا يعرف ما يحدث في ليبيا الآن، هذه قضيتهم طبعا، ولكن ما يحدث في ليبيا هو حملة على الإرهاب. طبعا أنت عارف أن الليبيون قاموا بثورة ليسعدوا وليهنوا بحياتهم. أكيد طبعا. ولكن للأسف بعد ما وضعت الحرب أوزارها كانت شعب بين القذافي، خلاص اعتقد الناس أنهم تحولوا إلى جنة الله على أرضه. تمام. ولكن للأسف أن ما حدث خلال 3 سنوات هو تسلط الإرهابيون على ليبيا. تمام. وبالتالي أصبحت المدن الليبية وقراها ونزوعها حتى طبعا تتعرض لغارات متتالية باستمرار لقتل الناس الأبرياء. عملية كرامة ليبيا التي أطلقتها سيادتكم سيادة اللواء، من انضم لها حتى الآن؟ يعني كم نسبة القوات التي انضمت إليكم؟ القوات اللي انضمت إلينا تكاد تفوق 70,000 يعني. 70,000 حتى هذه اللحظة طبعا. تمام يا فندم. هل تمتلك الطائرات؟ يعني هل سلاح الجو انضم إليكم؟ سلاح البحرية؟ أنواع الأسلحة التي نعم، سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح الدفاع الجوي. تمام. وبالطبع القوات البرية في مقدمة الأمور. تمام. البعض يذكر أن ما قمت به سيادتكم هذا انقلابا عسكريا وهذا سقوط على الشرعية، فما ردك على ذلك يا سيادة اللواء؟ ردي على هذا هو ما نشر اليوم على البلاغ الذي تقدمنا به اليوم، وهو ثالث يعني بيان أنه شارح لنفسه، لا يحتاج مني إلى شرح أكثر من ذلك. تمام. أننا سلمنا. نعم تفضل. نحن شكل المجلس العسكري بالتأكيد، واتخذ قرارا بتسليم السلطة إلى المدنيين، إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي بدوره سيكلف يعني مجلس رئاسة، ثم مجلس الرئاسة سيكلف رئيس وزراء، مجلس الرئاسة مؤقت طبعا. تمام. مجلس يعني ورئيس وزراء مؤقت أو تكليف يعني تشكيل وزارة خارطة الطريق كي تحل أزمة ليبيا. نعم، خارطة الطريق كي تحل أزمة ليبيا، يعني حضرتك وضعتم خارطة للطريق. بالضبط، هذه هي الحقيقة. نعم. تمام. البعض يذكر أنك من نظام القذافي وأنصار القذافي، بماذا ترد على هذه الأقاويل سيدي والله أنا طبعا لا شك أنني كنت يعني في ثورة 17 فبراير. لا يعني الثورة ما زاد عليها تقريبا 42 سنة يعني. تمام. ثورة 69 سبتمبر 69. تمام. واستمرت هذه الثورة طبعا، هي تفجرت برجال قاموا بها وليس القذافي، ولكن القذافي عندما نصف في هذا المكان واعتقدنا أنه أمين على هذه الثورة، ولكن للأسف بعد فترة أنحنى بها إلى منحى لا يرغبه زملائه، وبدأ يتخبط من هنا وهناك حتى انفصلنا عنه. عندما فصلنا طبعا قومت بكل الوسائل المتاحة لدي، وعوقبنا بعقوبات كثيرة من معمر القذافي بين الإعدام يعني أكثر من مرتين، وهذا كله لا يؤثر فينا. احنا استمرينا حتى تحقق المطلوب، لأننا نحن نريد سعادة شعبنا ونريد أن ننقله إلى حياة هادئة وهانئة وآمنة يعني. ولكن للأسف تفضل. نعم. ولكن للأسف حتى بعد الثورة عندما اختار الشعب نوابه، هؤلاء النواب يعني كان أغلبهم أو المتمكنين منهم لم يكونوا أمناء على على تكليف الشعب لهم، وإنما كانوا للأسف يعني قد خانوا الأمانة بطريقة صحيحة.
وبالتالي رفضهم الشعب وحدد لهم يوما محدودا اللي هو 7/2/2014. تمام. نعم. هل تواصلتم مع قيادات سياسية أو عسكرية في مصر أو تواصلت معكم قيادات سياسية أو عسكرية في مصر بشأن الحدود المشتركة؟ لم يتواصل معنا أحد من مصر على الإطلاق. تمام. نحن نعرف أن لها ظروف معينة في هذا الوقت. تمام. بين الإرهابيين أيضا وبين ظروف معينة في تغيير الرئاسة، ولهذا نحن بقينا بعيد عن هذه الأمور هذه وتركنا الأمور هذه يعني. ونحن طبعا كان السند الوحيد لنا هو الله سبحانه وتعالى. تمام. وشعبنا الذي كان يعني ظهير أمين بالنسبة لنا. تمام. سيادة العقيد محمد حجازي يا سيادة اللواء كان في إحدى المداخلات قال نطالب الجيش المصري بالوقوف إلى جانبنا. تعليقك ما هو الدعم أو ما هو الدعم الذي يريده اللواء حق؟ والله لا طبعا. نعم ما الدعم الذي تحتاجونه تحديدا؟ هو طالب الجيش المصري ووصفه بالعظيم بالوقوف إلى جانبكم. فما طبيعة الجيش المصري ليس وصفنا له بالعظيم. أنا لا، الجيش المصري عظيم حقيقة. تمام. الجيش المصري جيش خفيف ونعتز به، كان معنا أو كان على جنبنا. فجميع الأحوال الجيش المصري له مكانة كبيرة جدا كما هي مكانة مصر في قلوبنا. ولكن نحن لم نطلب منهم شيء حتى الآن. وبالنسبة لأخونا المتحدث باسم الجيش يعني ذكر هذا على أساس يعني أن العدو الذي نواجهه الآن هو عدو الكرة الأرضية بأكملها، وكأننا نحن نقاتل نيابة عن العالم. لأن القاعدة بالذات معروفة يعني في العالم كله. ولهذا نحن على أي حال أدينا ما علينا من واجب. ما رأيك في ثورة 30 يونيو التي شهدتها مصر سيادة اللواء ضد حكم الإخوان المسلمين؟ والله 30 يونيو شيء طبيعي جدا أن عندما تحصل الأمور لابد أن يكون لرجال الجيش موقف. فموقف السيد السيسي أعتقد أن هو الموقف الصحيح من التاريخ. هذا التاريخ لابد رجال الجيش أن يقفوه، وإن لم يقفوه فيعتبر خديعة لشعبهم. فوقفتها هي وقفة عز. هي أعطتنا أيضا حافز نحن لأن نتقدم الصفوف ونواجه خصمنا المحلي الموجود عندنا يعني. طب سيادة اللواء، أنتم الآن على أعتاب بناء جيش جديد، هل ستستعينوا بجيوش عربية في بناء الجيش الليبي الجديد كالجيش المصري أو أي جيش آخر؟ بالتأكيد يعني بالتأكيد الأمور ترتب وتزاح كافة المشاكل الموجودة تحت رضنا الآن. بالتأكيد يعاد تنظيم الجيش تنظيما جديدا يكفل فيه كرامة الجندي الليبي وعزته وتدريبه تدريبا جيدا وتمكينه بأسلحة حديثة، لأن إمكانياتنا بالتأكيد الإمكانيات جيدة جدا. وبالتالي من حقنا أن نبني جيش قوي يكون على جانب مصر داعما له وظهيرا أمينا بالنسبة له وقويا إن شاء الله. هل تواصلت مع الغرب أو نسقت مع دول غربية يا سيادة اللواء، وخصوصا السيد علي زيدان رئيس الوزراء السابق كان طالب بدعم من المجتمع الدولي؟ هل نسقتم مع الغرب في عملياتكم ضد الإرهاب؟ لا طبعا أنا لدي مجموعة أصدقاء في العالم، وبالتالي هم يعرفوا واجباتهم عندما بدأنا. وبالتالي نحن ممنونين من الاتصالات اللي تمت والواجبات اللي قاموا بتأديتها. نحن فخورين بهم، وأيضا من هذا الموقع نرسل لهم ألف تحية لمواقفهم النبيلة مع شعبهم ومع جيشهم. أحمد معتيق المكلف من قبل المؤتمر الوطني أعلن اليوم أنه متمسك بتشكيل حكومة توافق وطني، وقال أن الشعب استأم أو كره الحكم العسكري أو عسكرة الدولة. ما تعليقك على ذلك سيادة اللواء؟ لا نريد أن نعلق على الناس اللي تكلموا. نحن نعرف أن هذا المؤتمر منتهي الصلاحية، انتهت صلاحيته من أكثر من 4 أشهر يعني خلاص. طب رأي حضرتك في فترة عمل المؤتمر؟ نعم، الفترة التي عمل فيها المؤتمر الوطني، تقييمك لعمل المؤتمر الوطني خلال الشهور الأخيرة؟ أعتقد أن المؤتمر الوطني هناك عناصر
أساء في الشعب بأوجه مختلفة، وبالتالي ستقدم إلى محاكمة يحاسبوا فيها إذا كانوا أبرياء أو كانوا مدانين، وسيأخذوا نصيبهم إن شاء الله. يعني إن كانوا على حق فسيأخذوا أبرياء، وإذا كانوا طبعا على باطل فسيأخذوا على أيديهم يعني. هل يتقدم سيادة اللواء خليفة حفتر لرئاسة ليبيا أو الانتخابات الرئاسة الليبية في الفترة المقبلة؟ أنا لا أفكر في ذلك إطلاقا، ولكن إذا شعبنا انتخبونا أو قدمونا لهذا، والله نحن لن نتأخر إن شاء الله عند طلب شعبنا أي مطلب. المستشار الرئيس التونسي كان أعلن اليوم أن ما حدث في ليبيا انقلابا عسكريا على الشرعية. تعليقك يا فندم على التصريح ده؟ لا علاقة لي بالرئيس التونسي أو المستشار التونسي، لأن أنت قلت مستشار ولا رئيس ولا شنو هذا؟ نعم يا فندم، مستشار الرئيس المصطفى المرزوقي. مستشار، والله لا أدري أن هذا التصريح في محله، ولكن على الحال هي دولة جارة يعني، ولكن يعني لا أعتقد أنه كلام يعني هذا كلام مردود عليه يعني. هل ستسعى للقيام؟ نعتقد أن نحن سيتتبع تمام خطانا وسيعرف أنه باطل وسيندم في حديث. هل ستقومون بعمل مصالحة وطنية سيادة اللواء، وخصوصا أن في الثلاث سنوات الأخيرة الشعب الليبي كان يتمزق بسبب حالة الفرقة؟ طبعا أكيد سنسجل المصالحة بكل قوة، وهي أحد الأمور المهمة عندنا، ولا بد من استدعاء الناس اللي برا كلهم إن شاء الله يدخلوا، وأن الذي فعل عملا خاطئا خلال ثورة 17 فبراير إذا بلغ في دماء الليبيين أو أموالهم أو أعراضهم طبيعي لابد أن يحكم. وأما الباقي لا أعتقد هناك يعني مجال أو هناك لمقاضاتهم أو وضح في ادعاءات ما لها شيء معنى يعني. البعض يقول أن ليبيا في طريقها إلى الحكم الفيدرالي، وخصوصا بعد انفصال إقليم برقة. كيف ستتعاملون مع هذه القضية، وخصوصا برقة أعلن نفسه إقليما منفصلا؟ لا أعتقد أن هناك انفصال إطلاقا، هذا كلام غير موجود إطلاقا. لا يوجد انفصال بين برقة والسودان. هذه ليبيا كلها مساحة 1,760,000 كيلومتر، لا يمكن إطلاقا تجزئتها، فليبيا واحدة لا تتجزأ إن شاء الله. متى يزور السيادة؟ ولكن قضية أصحاب الفيدرالية هم بالطبيعة يدعو إلى نظام إداري، نظام سياسي يعني. طب عملية كرامة ليبيا متى؟ عدم المركزية مطلوبة، وبالتالي ربما إذا أراد الشعب هذا فليكن ذلك. عملية كرامة ليبيا سيادة اللواء أعلنتوا عنها يوم الجمعة الماضي سيادتكم. هل العملية مستمرة أم توقفت الآن؟ وهل تسعم للحوار أو أم ستسعى إلى الحل العسكري؟ يعني عملية تسمية يعني الكرامة هي عملية اسمها عملية الكرامة. عملية الكرامة هذه كلمة عملية، هذا تعريف عسكري. عملية في الجيش تعني عدة معارك أو أكثر، فهذه المعارك كلها ممكن تبقى 3 إلى 6 إلى 7 أكثر. هذا السبب اللي احنا سميناه يعني عملية الكرامة. تمام. وطبعا هذه كرامة شعب أهين، وكرامة جيش أهين، وكرامة يعني كل من هو على الأرض الليبية أهين من قبل هذه المجموعات المتطرفة. بالطبع كان الاسم يعني معبر عن الحالة يعني. سيادة اللواء، إذا وجدتم قيادات لجماعة الإخوان مصرية متواجدة في الأراضي الليبية، هل أنتم على استعداد لتسليمها للسلطات المصرية إن كانت مطلوبة على ذمة قضايا؟ بالطبع سلام، هذا شيء طبيعي جدا، وسينشأ جهاز فيما بين البلدين بالتعاون. أي عنصر يعارض النظام الموجود في مصر الآن لا مكان له في ليبيا. تمام. كم تبلغ كمية السلاح المتواجدة في ليبيا سيادة اللواء؟ كم قطعة سلاح توجد في ليبيا؟ والله حسب الاطلاعات على حوالي 25 مليون قطعة سلاح في ليبيا.
مليون قطعة سلاح. هل تسمح للغرب بمساعدتك في محاربة 25 مليون قطعة سلاح في ليبيا؟ 25 مليون. أنا آسف الصوت كان بيقطع. طب سؤال يا سيادة اللواء، هل ستسمح لقوات غربية لمساعدتك في توجيه ضربات الإرهابيين أم الجيش الليبي فقط سيقوم بهذا؟ والله نحن لم نطلب. لم تطلبوا؟ ستطلبوا أم لم تطلبوا؟ لم نطلبوا. لا. تمام. هل يعني تحتاجون إلى معاونة أي جيوش عربية؟ هل يمكن أن تسمحوا بدخول أي جيوش عربية لمساعدتكم في حربكم ضد الإرهاب؟ والله هذه مشكلة داخلية حتى الآن، ونحن مشاكلنا الداخلية قادرين على حلها إن شاء الله. المناطق اللي سيطر عليها سيادة اللواء خليفة حفتر على الأرض جغرافيا نفس المساحة اللي قلت لك عليها الآن، ما هي إلا حلول بسيطة وستنتهي القصة. ما أهم وأبرز مشكلات المواطن الليبي سيادة اللواء التي رصدتها سيادتكم في الآونة الأخيرة؟ ما هي أبرز؟ المشكلات أو المعوقات أو الصعوبات التي تواجه المواطن الليبي. والله يا أخي المواطن الليبي كلها صعوبات. ولماذا نحن دخلنا في هذه القصة في مواجهة الإرهاب إلا من الصعوبات المكدسة والتي وضعها الإرهاب أمامه، وكذلك عجز المؤتمر عن القيام بأي شيء يقدم للشعب. كذلك الحكومة كلها خصومات فيما بينهم، وبالتالي نحن لا يجب أن نكون رهينا لخصوماتهم وضياع مصلحة الشعب الليبي. مصلحة الشعب الليبي عندنا أولى كل شيء، الأولوية الأولى يعني. سيادة اللواء، هل واشنطن كانت تدعم الإسلاميين أو المتطرفين من وجهة نظرك في ليبيا؟ وخصوصا أن السفيرة الأمريكية جلست مع السيد عبد الحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن من قبل. يعني لا معنى لهذا، يعني لا أعتقد أن هذا الجلوس يشكل شيء يعني. لا أعتقد أن هذا جلوس السيدة السفيرة مع بالحاج يؤثر في يعني في أثر شيء ويكون له أمر عملي، لأن ما أعتقد أن أمريكا التي تقاتل الإرهاب في جميع أنحاء العالم أن هناك لها علاقات بالإرهابيين بعد أن ثبت أن في ليبيا إرهاب حقيقي. سيادة اللواء، هل هناك شخصيات مرشحة لتولي رئاسة الحكومة في الفترة القادمة، خصوصا أنه تردد اسم السيد مصطفى عبد الجليل؟ في شخصيات كثيرة يعني أسماء سيادة اللواء لو سمحت. مرشحة. والله يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أحدد الآن يعني. ليس شخصا بذاته، الأسماء المطروحة يعني مجرد أسماء فقط، لا نريد منك شخص بعينه، لكن أسماء وطنية مرشحة لتولي حقبة الحكومة. يعني أنا زي ما قلت لك أنا لا أريد أن أسبق يعني التوقيت المناسب لهذا الجانب يعني. طب حضرتك، كان في أنباء ترددت أن مندوب لسيادة اللواء خليفة حفتر سيصل إلى القاهرة للتنسيق عملية تأمين الحدود. تعليقك أو ما صحة هذه الأنباء؟ ولم يخرج من هنا حتى الآن يعني لا زالت تاخذ وقت شوي يعني حضرتك في مندوب هيجي فعلا من ليبيا عشان ينسق موضوع تأمين الحدود؟ لا طبعا أكيد في تنسيق ما بيننا، أكيد لابد أن يكون هذا هو أحد النقاط التي نؤكد عليها، لأن نحن لا نريد إطلاقا أي حرج لمصر ولا أي تعاون لبلدنا تجاه الإخوان المسلمين أو المتشددين بين البلدين يعني. تمام. السيد نوري بوسهمين اليوم دعا إلى القبض على القيادات التي وصفها بالمنشقة عن الجيش وانضمت إلى اللواء خليفة حفتر. بماذا تعلق على هذا القرار أو الأمر الذي أصدره رئيس المؤتمر الوطني؟ كويس، لا أعتقد أنه هيجد أحد يقبض عليه، هم كلهم انضموا يعني، لم يتخلف أحد حتى يتمكن من القبض عليه. تمام يا فندم. هل ستجلس مع قيادات النظام السابق يا فندم لعمل نوع من المصالحة أو الاحتواء كالسيد أحمد قذافي الدم أو أسماء غير متواجدة خارج البلاد؟ هل يمكن أن يجتمعوا على طاولة واحدة وتتم مصالحة؟ كل من له يعني كل الذين
لهم علاقة بليبيا. أيدينا ممدودة، نحن لا يمكن إطلاقا أن نجعل أيدينا مضمومة يعني تجاه أبناء ليبيا. هؤلاء ليبيون يعني وحقهم أن يرجعوا إلى بلدهم وأن يواجهوا الحقيقة. كانوا خاطئين فيأخذوا على أيديهم، وكانوا مصلحين أهلا وسهلا به. تمام. بالنسبة للشرطة الليبية يا فندم، هل سيتم تنسيق مع جهة معينة، وخصوصا أن كانت هناك حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في الفترة الأخيرة؟ هل فكرتم في التنسيق مع دولة معينة لتأهيل الشرطة الليبية لمواجهة الانفلات والجرائم؟ نحن لا نستطيع أن ننسق معها في هذه الفترة طبعا، لعلمك أن الشرطة الليبية استدعت حتى إلى العمل، والآن تمارس دورها بطريقة صحيحة. الشرطة الليبية شرطة ممتازة ومؤهلين، الأمن الداخلي والخارجي، وسيمارسوا أعمالهم بكل جدارة بالتأكيد. يعني نحن هؤلاء سيقوموا بأعمالهم بعمل عادي، لأن المرحلة الأربع شهور أو السنتين اللي فاتن كانوا العناصر كلها يعني غير مبتغاة أن يمارسوا عملهم، وبالتالي كثرت الجرائم. ولكن هناك ناس يعني محترفين في هذا أو مؤهلين للقيام بواجبهم لتأمين الناس وتأمين يعني يستطيعون أن يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل. يعني طب رسالة أخيرة يا فندم حضرتك بتوجهها للشعب الليبي والمواطن الليبي والشعب العربي بشكل عام؟ المواطن الليبي أولا هو جزء من الوطن العربي لا يتجزأ إن شاء الله. والشيء الثاني بالنسبة لأهلي الليبيين، نرى يعني الاستمرار وبطريقة مكثفة في دعمنا، حيث طلبنا الشعب أن نقوم بهذا الواجب، أن يقف ظهيرا وسندا مستمرا إلى أن يتم القضاء على آخر متشدد في ليبيا. لا نقبل، نحن بلد لا يقبل التشدد، فهذا أمر. الشيء الآخر بالنسبة للوطن العربي كله، والله طبعا بالتأكيد أن عملية الإرهاب تجوب بلداننا العربية. يجب أن يكون هناك يعني تكاتف في الجهود في مواجهة هذا العدو الغريب الذي يتكون من فئات مختلفة، أوروبية، آسيوية، عربية، أفريقية. يعني هذه المجموعات حقيقة يعني نغصت حياة العرب في مواطنهم، وبالتالي لابد من القيام بقوة اتجاههم لكي يتحقق الأمن في بلداننا ويعيشوا الناس كلهم في رخاء وفي طمأنينة. آخر سؤال يا فندم، حضرتك أجريت حوار مع أي صحيفة مصرية قبل كده ولا لم يحدث؟ والله لا أجريت صحيفة، أظني صحيفة عربية لندنية. الشرق الأوسط فقط حضرتك؟ حوار فقط مع الشرق الأوسط تقريبا. أيوة بالضبط. هل أجريت أي حوارات صحفية مع أي جرائد مصرية؟ مش عارف والله، صحف كثيرة تكلمنا معها، ولكن ما أعتقد يعني في جرائد وفي قنوات مع بعض يعني. لا أنا الجرائد المصرية، هل في أي صحيفة أيوة. عملت معكم حوار؟ والله صحيفة ما قلت، هذه الصحيفة تقريبا الوحيدة يعني. الشرق الأوسط اللندنية فقط. أيوة. يعني أيوة. ده يعتبر أظن يعني يعني أو حوار لجريدة مصرية يعتبر اللي حضرتك أجريت. تمام يا سيادة اللواء، ربنا يخليك يا سيادة اللواء، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا لك سيد أحمد. شكرا يا فندم. السلام عليكم. السلام.